ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده طالع كده، يعني اتكلم شويه عن الماتش. انا الواحد حاسس ان هو خلاص هينفجر يعني. طبعا انا كتبت بوستات كتير جدا دلوقتي وقبل كده وقبل كده. بس انا طالع بس هما كلمتين كده اقولهم برضو ايه لمجلس الاداره يعني. يعني انا عارف طبعا ان كده الكلام ده في الارض، لان المجلس ده بيسمع ولا بيعمل اي حاجه. هو بيسمعوا بس لنفسهم وللاسف يا ريتهم حتى بيسمعوا لنفسهم والدنيا ماشيه. لا، ده الدنيا واقعه منهم في كل حاجه، قدم وسله ويد وفضايح في كل حاجه. نفسي اعرف انتوا من ساعه ما جيتوا فلحتوا في ايه، والله مفيش. نفسي افهم انتوا فلحتوا في ايه من ساعه ما جيتوا. وبعدين حتى يا جماعه، يعني حتى قبل دلوقتي ايه ما كان على تفاصيل الماتش والقرف اللي احنا شايفينه اللي احنا اصلا كنا متوقعينه. انتوا يا جماعه ما حدش يا جماعه بيتعلم من اخطائه. يعني انا اعرف واحد ايه يغلط مره، خلاص المره التانيه يتعلم من خطأه او يصلح شويه، فالتالته استحاله يغلط يعني كده. لكن انتوا غلط وبعد كده ايه تاني مره تغلط زي المره اللي فاتت وبتبقى اغبى. وبعد كده المره التالته تغلط زي المره الاولى والتانيه وتبقى اغبى واغبى. انتوا ايه يا جدعان ده؟ انا قبل كده قلت انتوا يا جماعه متاكدين انتوا رجال اعمال وبتفهموا وبتعرفوا تعملوا فلوس وبتفكروا، ولا انتوا بس ليكوا في البيزنس ومالكوش في الرياضه؟ انا مش فاهم والله العظيم، انا مش فاهم. قلنا 50 مرة إن إحنا عندنا مدرب كفتاجي، مش عيب إن أنت تبقى تجيب حد وخلاص، وبعد ما من أول ماتشين تلاتة خلاص بتعرف إن أنت عملت حاجة غلط وخلاص وبتصلح غلطك. وادينا أمثلة كتير جدا إن أنت جبت مدربين قبل كده وكذا وكذا كذا، وكان آخرهم بيسيرو اللي أنت جبته. وقلنا يا جماعة ده لو كان قاعد، يعني ده لو كان ماشي بدري كان ممكن يلحق ينافس على الدوري. لكن وقعدنا نقول يعني انت بيكون معاك مدرب زي الزفت وقعده لسه وبيفضل مكمل 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 مكمل، ما ده بيخسرك. ده بيخسرك نقط وبيخسرك بطولات وي وي وي. الراجل المالت ده طول ما هو قاعد يا جماعه انسى انسى انسى، اخيرا هنلعب نكسب ماتش ونخسر 10 وكده. واي فريق قوي، اي فريق سوري، اي فريق صغير او كبير هيلعب علينا كوره عادي جدا بيكسبنا بسهوله. يا جماعه انتوا متخيلين يا جماعه احنا في كام ماتش الزمالك بيتاخر فيهم ما عرفش يكسب؟ يعني انت بتكون كسبان ومثلا وادي دجله تتعادل عليك وتكسبك، ما عرفتش انت حتى لما يعني وادي دجله لما اتعادلت انت ما عرفتش تمسك كوره، كانت هي اللي ضغطه 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 وجابت التاني وجابت التالت. في ماتش مقاولين كان المقاولين هيكسب اخر الماتش. ماتش تعادلنا ايه تاني برضه، احنا ما شاء الله تعادلنا كتير قوي. ماتش الجونه كنت انت خسران والجونه مضيعه برضه، وفي الاخر برضه الجونه اتعادلت معاك وبعد كده ما عرفتش ترجع. الاهلي كنت متقدم مجرد طبعا الاهلي جاب جون، انا عارف انت خلاص الموضوع يعني باظ. وبعدين اللي احنا بنشوفه دايما ان المدير الفني نفس الاخطاء نفس القرف. يعني اول ما بيجيب جون تلاقيه ايه يفضل يكسكس ويرجع ويدافع. ده انت يعني يا اخويا ما فلحتش يعني انت حتى لما عملت كده ما فلحتش وكسبت وما كسبتش ولا دجله ولا المقاولين ولا الجونه. هتيجي هتعرف تدافع وانت متقدم 1-0 في من الشوط الاولاني؟ هتفضل تدافع طول الشوط الاول وطول الشوط التاني هتفضل تدافع؟ متخيل يعني انت هتصمد قدام النادي الاهلي؟ مفيش. زفت 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 زفت. ولا عارف تعمل خطه ولا عارف تعمل تشكيله. وكما قلنا احنا حتى بدايات يا جماعه، بص يا جماعه احنا ازاك مش عارف يطلع بالكوره ازاك، بس هو اول 10 دقايق بس الاهلي كان مرتبك فيها. بعد كده خلاص. حتى الجون ده احنا كنا جبناه جون بمجهود فردي، مش يعني الاهلي اصلا كان ساعتها كان ضاغطنا. هو عقلية دباغ كده مجهود فردي خلاص. ودي برضه النقطه التانيه هتكلم فيها، ان انت الكواليتي بتاع اللعيبه اللي احنا بنجيبه. فان انت هتسيب المدرب ده؟ يعني لو انت مش هتمشيه، طب ايه طب مين اللي يمشي؟ احنا طب كجمهور الزمالك يمشي؟ ما هو طبعا مثلا المجلس ده هو اللي هيفضل، والمدير الفني هو اللي هيفضل، وشات اللعيبه اللي الزباله دي هي اللي هتفضل. طب مين اللي يمشي؟ انا اللي امشي؟ الجمهور اللي يمشي يعني ما نشجعش؟ طب انا مش فاهم والله العظيم. وبعدين انا ليه من ساعه ايام مرتضى منصور ومن ساعه ميدو واحمد سليمان والناس دي كلها يا جماعه يعني هتحس غباء بيسلم غباء، غباء بيسلم غباء. ايه الفايده ان انا اجيب 20 صفقه يطلع منها 2 سوبر و18 لا؟ طب ما قلنا يا جماعه قبل كده يا جماعه الفلوس دي يا جماعه بدل ما اجيب 20 لاعب سكه، طب انا جبت 3 سوبر وحلو قوي ورزق على كده اهو. والسنه الجايه يا عم بقى ثلاثه، والسنه الثالثه بقى ثلاثه، هتلاقي بعد سنتين ثلاثه انت عندك فريق سوبر كله. لكن هجيب 18 وفي الاخر يطلعوا منهم سوبر ولا اجيب 20 يطلع 2 سوبر و18 لا؟ وفي الاخر ولا اعرف اسدد فلوس ده ولا اعرف اسدد فلوس ده وكله يمشي. طب انتوا يا جماعه انتوا بهايم يا جدعان. يعني انا مش فاهم. مجلس الاداره ده عمل الموضوع ده 3 مرات. اول ما جه وبعد كده لما جاب ميدو يعني ميدو
في الانتقالات الشتويه جاب 4 صفقات. جاب احمد حسام رباط صليبي وما كانش بيلعب اصلا. جاب جهاد ما بيلعبش، ما عنده اصابه مزمنه. جاب صلاح مصدق احتياطي وهيمشي. وجاب الواد اللي اسمه تونسي ده لعب ماتش وكان طول الماتش طول السنه مصاب وفي الاخر مشي. ايه القرف ده؟ السنه دي هو جايبين كام صفقه؟ 9 ولا 10. هو ما فيش غير عضي الدباغي لحد ما. وعندك الاخوان طبعا، بيريزا هو ده اللي جامد. ومين تاني جامد؟ او مين تاني اللي عليه العين؟ مفيش بقى، انا ما اعرفش، مفيش حد ظهر تاني، هما الاتنين دول بس اللي ظهروا. الباقي كله ابيض يا واد. انا برضه مش عايز اطيبهم عشان المدرب مالط، انا معاكم، بس يعني في كده مؤشرات بتبان. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ وامتى بقى هنخلص من زفت ناصر ماهر ده، ولا ناصر كوستا، ولا كل ماتش ببيوت امه ده يفضل يضيع في انفرادات، يضيع ده، وبنخسر بسبب امه، بسبب الخرا اللي احنا فيه ده. انا برضه مش عايز اشيل لعيبه، بس في لعيبه فعلا لازم تمشي. ناصر ماهر ده لازم يمشي. احمد فتوح طبعا ده لازم يمشي. سيف جعفر لازم يمشي. سيف الجزيري لازم يمشي. ايشو لازم يمشي. الناس دي لازم تمشي. محمد صبحي بقى لو لقينا صفر نمشيه. محمد صبحي يا جماعه الجون يتحمل مسؤوليته. الجول الاولاني الجون في زاويته. انا مش عارف. وبعدين برضه حسين الشحات كان جايب قبل كده هدفين برضه، كان في محمد صبحي برضه. هو ايه محمد صبحي بيشوف حسين الشحات بيشخ على روحه؟ والله العظيم الواحد قرف يا جدعان، الواحد قرف، ومفيش ما فيش حد، مفيش حد اتعلم من اخطائه. وفي الاخر اللي بيدفع الثمن هو احنا الجمهور ده. احنا اعصابنا باظت اقسم بالله. انا النهارده عمال اتفرج على الماتش خلاص، مش ولا عارف اشتغل ولا عارف اعمل اي حاجه، خلاص نفسي مسدوده ولا عارف اعمل اي حاجه. ويوم اتقفل. والله العظيم ده حاجه تقرف اقسم بالله. النادي الاهلي في اسوأ حالاته. انت امتى هتلاعب النادي الاهلي بالحاله دي؟ النادي الاهلي يا ابني، انت وانت سيء جبت فيه جون. ولو ما ضغطت سيكا جبت جوه في العارضه وكان ممكن تجيب جون. ده انت لو عندك يعني، بس طبعا يعني نعم انت مدير فني ملط. وحتى كمان مش عارف تمسك الكوره بعد ما جه في الجون الاولاني والتاني. مش عارف تمسك الكوره، مش عارف تطلع بالكوره، مفيش اي حاجه. مفيش اي فنيات، مفيش اي تبديلات، مفيش اي حاجه خالص على دماغ امه ودماغ اللي خلفوه. فانا عايز اعرف جين اوضه مستني ايه؟ هتقولي على قد الحبك مدي كليك يا عم، يغور في 60 ده، هات يا عم اي واحد. ده انت اللي جبت لعيبه الكوره نزلت قسمت مع نفسها ولعبت، هيلعبوا بتشكيل احسن من كده اهو، وهيلعبوا هيطلع على الاقل هيعرفوا يطلعوا بالكوره. لكن القرف ده. ومحمد صبحي اساسا عمال ايه بيعمل فيلسوف، وكذا مره اتقطعت منه هو وناصر ما كوستا ناصر ماهر. اتقطعت منه في كذا حته، وكانت هجمات وعملت ايه هجمات مرتده علينا ايه ده؟ ايه القرف ده؟ والله العظيم مفيش. دونجا حبه فوق حبه تحت. احنا زهقنا اقسم بالله، الواحد زهق. الواحد زهق وتعب من القرف ده. امتى بقى يعني الناس هقول ايه؟ بس والله العظيم انا بصوا يعني بحاول برضه امسك لساني مش غلط في حد. بس خلاص يعني اتمنى يا جماعه، اتمنى يعني خلاص اللي فات مات. هنفضل كل ما اللي فات مات على دماغ ودماغ الدين استغفر الله العظيم يا رب، اقول لي بس دماغ اللي خلفوكوا. ويعني هقول ايه؟ يا جماعه مش انا مش عايز اقول الدوري ضاع عشان برضه حرام اقول احنا لسه في الاول وكده وخلاص ماشي. الاهلي هيبقى الاول على فكره. الناس بتقول الاهلي الاول، لا يا حبيبي، بيراميدز فاضل له ماتشين كسبوا هيبقى هو الاول. فيبقى بيراميدز الاول وهيبقى الاهلي الثاني وانت الثالث. وانت بالمستوى ده انت مش هتاخد حتى رابع. انت لو احنا فضلنا مع المدرب الماضي انت هتاخد بقى سابع ثامن بالمدرب ده. وجماعه والنبي يا جماعه بطلوا يا جماعه تجيبوا مدرب سكه ومدرب بياخد 3 جنيه وتقول عليه مدرب مشهور. الله يخرب بيوتكم يا جماعه. احنا يا جماعه في بطولات يا جماعه، احنا عايزين مدرب واحد مش يجرب فينا، واحد بياخد بطولات يا جماعه. وعايزين لعيبه سوبر. ما تجيبليش 10 لعيبه، ما تجيبليش 80 لعيبه، انا عاوز لاعبين 3 كل موسم يبقوا سوبر، بس ده انا اللي عاوزه. صعب عليكم؟ صعب على مدينه ابوكم؟ ويا عم جون يرضى بعد اذنك، بعد اذنك انا معاك. انت حاجه وحيده اللي عملتها في حياتك ان انت بس قفلت على الفرقه. لكن انت صفقات زي الزفت. مدير فني زي الزفتين، مفيش خالص مفيش. ابيض. وقلنا يا جماعه في التوقف اللي فات ده، قلنا الراجل ده يمشي ونجيب اي حد هيبقى في بركه. لكن قلت بالنص هيقعد. هنكسب اخرنا ماتش. انا قلت كده بالظبط، قلت هنكسب ماتش وتعادل ماتشين ونخسر ماتش. اللي حصل ان احنا بس ايه، هو بس فلتت مني في ماتش، احنا كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش وخسرنا ماتش. ما ده انا اللي قلته وحصل. فلغايه انت في القرف ده برضه هتكملوا معاه يعني في ماتش غزل المحله اخره هيتعادل. وحتى لو مثلا يعني لو كسب غزل المحله يعني هيخسر في اللي بعد كده واللي بعد كده. وعلى المستوى البعيد ده ايه ده؟ بعدين مدرب فاشل 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 بقى يطلع بالكوره ولا بقى في يعمل او اخره بس يخلي زكي يهاجم اول 10 دقايق وبس. على كده ما فيش بقى ولا لياقه ولا نعرف نطلع بالكوره ولا بنعرف نحافظ على اي، مفيش اي حاجه. ضايع 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 في 60 داهيه. اي حد يلعب علينا كوره زي دجله وزي الاهلي هيكسبنا بكل سهوله. ارحمونا والله يا جماعه، يا جماعه ارحمونا اقسم بالله، احنا جبنا جاز اقسم بالله. اتمنى بقى الناس ايه يعني صوتي وصوت الناس كلها الجمهور كله الناس راحت الاستاد ده ورجعت معيطه وزعلانه. يا جماعه خلي عندكم دم يا جماعه. خلي عندكم دم ابوس ايديكم.
حسب الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. سلام.